خليني نسولك سؤال بسيط. دابا انت كتشوف هاد الفيديو اللي باين ديالو كتنتقل من سيرفر اليوتيوب للجهاز، ولكن كيفاش وصلت؟ الا قلتي الانترنت صح، لكن الانترنت في الاخير هو كيبلات تحت الارض، تحت البحر، داخل الجدار. ولكن مش كل الكيبلات متساويه. كاين كيبل كيحمل اشارات كهربائيه، وكاين كيبل كيحمل الضوء، وكاين كيحمل الموجات. وكل واحد منهم كاين وين يصلح وين لا. اللي غادي نفهمو كل نوع من الداخل، ماشي غير الاسم. كيفاش يشتغل، اللي صوب هكذا، فاش تختار الصح منهم. خاصنا نفهمو شيء اساسي اولا باش نفهمو الكيبلات. اي معلومه في الكمبيوتر، صوره، فيديو، رساله، في الاخير هي ارقام، وهاد الارقام مكونه من صفر واحد فقط، نسميوه بيت. كيفاش كينتقل البيت من جهاز لاخر؟ خاص وسيله فيزيائيه، شيء حقيقي ملموس يحمله. وكاين ثلاث وسائل فقط في العالم كامل لنقل البيت. الاولى التيار الكهربائي، صفر يعني ما كاينش تيار، واحد يعني كاين تيار. ثانيا نبضة الضوء، صفر يعني ما كاينش ضوء، واحد يعني كاين ضوء. ثالثا موجة الراديو، هذيك هي الواي فاي والبلوتوث. نبدأ بالأكثر استخداما في العالم، يو تي بي موجود في بيتك، مكتبك، مدرستك، في كل شبكة لان تقريبا. شنو يعني الاسم؟ يو تي بي اختصار ل انشيلد تويستد بير. خلينا نشرح كل كلمة. بير يعني زوج، داخل الكيبل كاين 4 أزواج من الأسلاك النحاسية، يعني 8 أسلاك في المجموع. انشيلد يعني بلا درع، مكاينش غلاف معدني يحمل الأسلاك من الخارج. ليش الأسلاك ملوية؟ هنا كيجي سؤال مهم. ليش ملوية مش عشوائية؟ لما سلك نحاسي كيحمل تيار كهربائي كيولد حولها حقل مغناطيسي، وهذا الحقل المغناطيسي كيأثر على الأسلاك المجاورة ويشوش على الإشارات ديالهم. هذه المشكلة كنسميوها الكترومغناطيك انترفيرنس. تخيل معايا عندك جار كيدير صداع بزاف وانت كتحاول تسمع الموسيقى، الصوت ديالو كيشوش عليك. هذا هو بالضبط اللي كيدير الحقل المغناطيسي مع الاسلاك المجاوره. الحل ذكي الا لويتي جوج من بعضهم، كل سلك كيولد حقل مغناطيسي في اتجاه معاكس للثاني. النتيجه حقل مغناطيسي كيلغيو بعضهم البعض تلقائيا. هذا المبدا اسمه ديفرنشال سيجنال، هو اللي خلى اي تي بي ممكن بلا ما تحتاج درع معدني. الا قطعنا كيبل اي تي بي من النص غادي نشوفو غلاف خارجي بلاستيك مرن يحمي كل شيء من الداخل، من الماء والصدمات. 4 ازواج ملويه، كل زوج بلون مختلف باش تفرقوا بيناتهم عند التركيب. ابيض برتقالي مع برتقالي، ابيض اخضر مع اخضر، ابيض ازرق مع ازرق، ابيض بني مع بني. وكل زوج عنده عدد لفات مختلفه في نفس المسافه. هذا عشوائي؟ لا، كل زوج عنده عدد لفات خاص به باش ما يشوش على الازواج الاخرى داخل نفس الكيبل. المهندسين حسبوا هذه الارقام بدقه كبيره. مش كل كيبلات اي تي بي بنفس الجوده، كاين تصنيفات اسمها كاتيجوري، كات للاختصار. الفرق بين الكاتيجوري هو عدد اللفات في كل متر. كلما زادت اللفات قل التشويش وزادت السرعه. كات 3 10 ميجا بايت في الثانية، كانت الهواتف الثابتة، اليوم ما تستخدمهاش في الشبكات. كات 5 100 ميجا بايت في الثانية، كانت معيار الشبكات في التسعينات، اليوم قديمة. كات 5 اي، الاي تعني انهانسد يعني محسنة، 1 جيجا بايت في الثانية لمسافة 100 متر، هذه كتلقاها في معظم الشبكات اليوم. كات 6 10 جيجا بايت في الثانية لمسافة 55 متر أو 1 جيجا بايت ل 100 متر في سبيراتور بلاستيكي بين الأزواج ليقلل التشويش أكثر. كات 6 اي، الاي تعني اوغمونتد، 10 جيجا بايت ل 100 متر كاملة، هذيك للداتا سنتر. كات 8 وكات 7 للسرعات الضخمة، 25 و 40 جيجا بايت، كتلقاهم فقط في بيئة تقنية متخصصة. إلا كنت غادي تبني شبكة بيت أو مكتب اليوم، شنو غادي تختار؟ الإجابة الصحيحة هي كات 6. كات 5 اي مقبولة، لكن كات 6 كتعطيك مجال للمستقبل، وفرق التكلفة بينهم صغير جدا. كاين نوع ثاني يسمى شيلدد تويستد بير، نفس فكرة يو تي بي تماما، لكن زادوا عليها شيلدد، غلاف من الألمنيوم أو شبكة معدنية، إما حول كل زوج لوحده أو حول كيبل كامل. هذا الشيلدد كيعكس التشويش الكهرومغناطيسي الجاي من الخارج. إلى الاس بي أحسن، ليش ما نستخدموش دايما؟ لأن الشيلدد تخصص أريض جروندينغ، إلا ما درتيش التأريض صح، الشيلدد بدل ما يحمي كيصبح هو نفسه مصدر التشويش. علاش نستخدمو سي تي بي؟ في أماكن اللي فيها تشويش كهرومغناطيسي قوي، قرب محركات كهربائية كبيرة، مصانع، مستشفيات فيها أجهزة طبية ضخمة. اي تي بي والاس تي بي الاثنين عندهم حد أقصى لمسافات هو 100 متر. ليش 100 متر بالضبط؟ الإشارة الكهربائية كلما مشات في السلك كيصادفها مقاومات، وهذه المقاومات كتضعف الإشارة تدريجيا. بعد 100 متر الإشارة تضعف لدرجة ما يقدرش الجهاز المستقبلي يفهمها صح. إلا محتاج تمشي أبعد من 100 متر خاصك تحط جهاز اسمه سويتش ريبياتور كيدخل الإشارة من جديد. دابا ندخلوا الأهم، كيبل في الشبكات الحديثة فايبر اوبتيك. الفرق الكبير بينه وبين اي تي بي هو هذا، اي تي بي كيحمل تيار كهربائي، فايبر كيحمل الضوء، وهذا الفرق كيغير كل شيء. باش نفهمو كيفاش كيشتغل الفايبر خاصنا نفهمو ظاهرة فيزيائية اسمها توتال انترنال ريفليكسيون، الانعكاس الداخلي الكامل. تخيل كيس من البلاستيك شفاف مملوء بالماء، الا طلقتي عليه الضوء كيدخل فيه وكيمشي، لكن الا غيرتي زاوية الضوء لزاوية معينة الضوء ما يخرجش من الكيس، كيبقى ينعكس من جدران من الداخل.
هذا بالضبط اللي كيوقع داخل الفايبر اوبتيك. الضوء كيدخل في طرف الكيبل وكيبقى ينعكس من الجدران من الداخل حتى يوصل للطرف الاخير بلا ما يخرج للخارج. الى قطعنا كيبل الفايبر غادي نلقاو طبقات: الكور، القلب، خيط من الزجاج النقي جدا او البلاستيك الخاص، وهنا كيمشي الضوء. قطره بين 8 و 62 ميكرومتر، ارفع بكثير من شعرات الانسان. كليدينغ، غلاف زجاجي، طبقه زجاجيه حول الكور لكن بكثافه بصريه مختلفه على الكور، وهذا الفرق هو اللي يخلي الضوء ينعكس ما يخرج. هنا نقطه مهمه: الكيلدينغ ماشي عائق للضوء، وبالضبط المادة اللي تخلق دائرة الانعكاس الداخلي. بدون كيلدينغ الضوء كيخرج من الكور مباشرة وما يوصلش. بيفور كوتينغ، طبقة حماية، بلاستيك ناعم يحمي الزجاج من الكسر والرطوبة لأن الزجاجات هذه البطاقة مهمة جدا. جاكيت، الغلاف الخارجي، الحماية الأخيرة من البيئة الخارجية. كاين نوعان من الفايبر وهذا الفرق مهم جدا للCCNA وللواقع العملي. نبدأ بالملتي مود لأنه أسهل في الفهم. كور كبير نسبيا 50 أو 62.5 ميكرومتر. بسبب حجم الكور الكبير الضوء يدخل بزوايا متعددة وزاوية كتسمى مود، ولهذا اسمه ملتي مود أو ضوء متعددة. واش المشكلة؟ المود المختلفة كتقطع مسافات مختلفة داخل الكور. المود كيمشي مباشرة ومود آخر كيمشي بزاوية أكبر فيقطع مسافة أطول. النتيجة كيوصلوا في أوقات مختلفة قليلا. هذه الدائرة اسمها مودال ديسبريسيون، تشتت الأوضاع، وهي اللي تحدد المسافة القصوى للملتي مود. المسافة القصوى حتى 550 متر حسب النوع والسرعة. هذا كافي للاستخدام داخل المباني والداتا سنتر. الاستخدام داخل المباني بين طوابق بين أجهزة في نفس الداتا سنتر. اللون المعياري لكونكتور أكوا أزرق فاتح أو بيج. أما سنجل مود الكور صغير جدا 8 إلى 10 ميكرومتر فقط. الكور صغير كيجبر الضوء يدخل بزاوية واحدة فقط. المود واحد فقط ولهذا اسمها سينجل مود. بأنما ما كاينش مودال ديسبريسيون الإشارة متتشتش، بهذا تقدر تمشي مسافات ضخمة جدا بدون ما تضعف. المسافة القصوى حتى 100 كيلومتر بلا مكبر إشارة، ومع المكبرات 1000 كيلومترات. هذا هو الكيبل اللي كيربط المدن والدول. هذا هو الكيبل اللي تحت البحر اللي شرحنا في فيديو كيفاش كيخدم الانترنت. الاستخدام: ربط المباني البعيدة، ربط المدن، لوان، كيبلات تحت البحر. هذا الجدول سوف يشرح لك الفرق بينهم وليش الفايبر أحسن من UTP. الكيبل الثالث كوشيال COAX للاختصار. هذا الكيبل هو الأقدم من الثلاثة، ولد في عالم التلفزيونات والراديو قبل ما تيجي الشبكة الحديثة. إلا قطعنا كيبل كوش غادي نلقى طبقة بشكل متحوري، كل طبقة حول الأخرى. الكور سلك مركزي نحاس صلب في المنتصف هو اللي كيحمل الإشارة. ديالكتريك العازل بلاستيك أبيض حول الكور كيعزل الكور عن الطبقة اللي بعدها. تشيلد درع شبكة معدنية أو رقاقات الألمنيوم حول العازل تدير وظيفتين في آن واحد. أولا تحمي الكور من التشويش الخارجي، وثانيا هي نفسها المسار الراجع للتيار، يعني كيبل يحمل إشارات في الكور ورجوع في تشيلد. جاكيت الغلاف الخارجي البلاستيك الأخير. في الشبكات الحديثة COAX مش مستخدم كثير لكن كتلقاه في كيبل تلفزيون ثابت، كيبل تيفي هذا هو المجال الأصلي ديالو. الانترنت عبر الكيبل، كيبل انترنت. بعض مزودي الانترنت كيستخدموا CAX لتوصل للبيوت. أنظمة المراقبة CCTV. كاميرات المراقبة القديمة كانت كلها على CAX. الهوائيات الانتن ديال التلفزيون والراديو كيستخدموا SOAX. الكيبل وحده ميكفيش، خاص كونيكتور باش تربطو بالجهاز بحال الكيبل الكهربائي، ما يخدمش بلا فيش. RJ45 هذا هو الكونيكتور ديال UTP اللي كتشوفوه في كل اللابتوبات والسويتش والراوتر. بينز 8 واحد لكل سلك من 8 اسلاك. كاين معايير اللي كيفاش ترتب الاسلاك داخله T568A و T568B. في شبكات الحديثه غالبا كنستخدموا T56AB. والكيبل المستخدم في الشبكات عاده هو ستريجيت ثرو، يعني ترتيب في طرفين متشابهين. هذا اللي رابط بين الاجهزه المختلفه زي الكمبيوتر والسويتش. كونيكتور ديال الفايبر LCCCST. ليسون كونيكتور LC صغير الحجم اكثر استخداما في الداتا سنتر والشبكات الحديثه. سبسكرايبر كونيكتور CC اكبر قليلا من LC، مستخدم في SPS وبعض الأجهزة القديمة. ستريجيت تيب ST شكله دائري مع مسامير لتثبيته، قديم نسبيا لكن لا زال موجود في بعض الشبكات. كونيكتور ديال COAX شكله دائري مع نظام تثبيت بالدوران، هو الكونيكتور اللي اكتشفوه على انتن التلفزيون القديم. اذا دابا عندك صورة كاملة على الكيبلات. UTP إشارة كهربائية أسلاك من الوتر لغاية التشويش ل 100 متر لللان. STP نفس ال ETP لكن بدرع إضافي للبيئات الصعبة. فايبر ملتي مود ضوء الكور كبير أوضاع متعددة ل 550 متر للمباني. فايبر سيجنال مود ضوء كور صغير وضع 1 كيلومترات للوان. كوسيال إشارة كهربائية تصميم متحول للتلفزيون والإي سي بي. الفيديو الجاي باور اوفر ايثرنت، كيفاش الكيبل واحد كيحمل البيانات والكهرباء في نفس الوقت، وكيفاش هاد التقنية غيرت العالم الكاميرات والاسيس بوينت. دير سبسكرايب باش ما تفوتكش. انا وزور لين توداي سكيور تومورو.